السلام عليكم. في الفيديو اللي فات عملنا اول لاب وفهمنا يعني ايه نتورك، وفهمنا يعني ايه سبنت، وازاي الاجهزه تكلم بعض باستخدام البنج. لكن كان في شرط مهم جدا، وهو ان الاجهزه لازم تكون في نفس الشبكه. طيب، السؤال المهم، ايه اللي بيحصل لو الاجهزه في شبكات مختلفه؟ وليه البنج بيفشل؟ طبعا احنا جربنا المره اللي فاتت والبنج كان بيفشل لما غيرنا الاي بي او غيرنا الشبكه عامه. طيب خلينا نجرب دلوقتي. تمام، دي شبكة شغالة دلوقتي. تمام، ادي جهازين وسويتش واعطينا اي بيهات. تعال نجرب البنج دلوقتي شغال ولا لا، زي الشبكة اللي فاتت. ادي الجهاز الاول. تمام، المفروض ده الاي بيهات اللي موجودة. تمام، اللي هو 10.1.1.2، والتاني 10.1.1.3. سبنت ماسك 255 255 255 0. طيب لو دخلنا دلوقتي على البي سي وقلنا بينج على الاي بي للجهاز التاني اللي هو 10.1.1.3. طيب، في بينج، تمام، في ريبلاي رد علينا. طيب انا هعمل حاجة بسيطة في الجهاز التاني، ندخل على الاي بي ونغير بس حاجة بسيطة جدا. الاي بي خليه في شبكة تانية خالص، 10.1.2.3. طبعا احنا اتفقنا ان لازم يكون مادام السبنت بتاعتي 255 255 255، لازم اثبت تلات ارقام او اول تلات ارقام في الاي بي اللي هم دول 10.1.2، او على حسب، يعني لو هي كانت 1 في الجهاز الاولاني هنا 10.1.1، فالمفروض تكون ثابتة في كل الشبكة. طيب انا هنا غيرت، خليت 10.1.2. طيب هل هيبنج ولا لا؟ تعال نجرب. بنج على اي بي الجهاز التاني 10.1.2.3. بعد ما اتأخر كده ممكن يديني ريكوست تايم اوت ومفيش بنج. طيب كده دلوقتي مش في نفس الشبكة كده ومش عارف يوصل للشبكة التانية. طيب دلوقتي البنج فشل وظهر ريكوست تايمد اوت. طيب ليه ده حصل؟ لان ببساطة الجهاز الاول بص على الاي بي التاني ولقى ان هو في شبكة مختلفة، فهو مش عارف يوصل للشبكة دي او مش عارف يوصل للجهاز التاني. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، طول ما انت في نفس الشبكة وانا قلت ان في نفس الشبكة زي عمارة وشقتين في العمارة دي بيكلموا بعض، لازم يكونوا نفس العنوان. طب لو انا خرجت من العمارة بتاعتي عاوز اكلم العمارة اللي جنبي اللي هي الشبكة تانية، هحتاج دلوقتي راوتر. النظرية في اللاب ده مبنية كلها على حاجة واحدة بس، حاجة اسمها الديفولت جيت واي، اللي هو هنا الخانة التالتة، ديفولت جيت واي. دي حاجة مهمة جدا. الديفولت جيت واي ببساطة هو عنوان الراوتر. يعني انا طلعت من العمارة بتاعتي وعاوز اكلم العمارة اللي جنبي، هو الراوتر فين اصلا اللي هيوصلني للعمارة التانية؟ هو ده الديفولت جيت واي، ده عنوان الراوتر اللي الجهاز بيروح له لما يكون عايز يطلع بره الشبكة بتاعته. يعني كأنك بتقول للجهاز لو ما لقيتش الجهاز التاني عندك في الشبكة، روح اسأل الراوتر ده، والراوتر ده هو الجهاز اللي بيقدر يربط ما بين شبكات مختلفة. يلا نطبق بقى عملي. انا دلوقتي تعال نقفل كده الجهازين دول، ادي الجهاز وده السويتش وده جهاز تاني. طيب انا السويتش يعني معناه ان انا موجود في نفس الشبكة، لا انا عايز راوتر. هعمل ايه؟ انا عايز هضيف راوتر، هدخل على نتورك ديفايس والراوتر واختار راوتر. دي كلها راوترات. طيب اختار انهي راوتر؟ اختار اللي عاجبك. انا هختار 19.1.40 مثلا. طيب اشيل السويتش ونجرب كده بالراوتر. نشيل السويتش ازاي؟ نعمل ديليت. تمام، ندوس على السويتش كده ديليت، ايوه ديليت. بس ادي الراوتر. تعال نوصل ما بينهم برضو ب ستريت ثرو
الجهاز كمبيوتر، كارت الشبكة لراوتر مثلا نخليه جيجا 0/0، والتاني نفس النظام من جيجا 0/1 الى اوصله للجهاز التاني على فاست 0 برضه كارت الشبكة. طيب بعد كده في حاجة بسيطة قوي. المرة اللي فاتت لما استخدمنا السويتش لقينا السويتش على طول غير اللون بتاعه، يعني اللون ده اتغير من احمر بقى اخضر، او قبل كده كان يعني لون البرتقالي وبعد كده بقى ايه، بقى اخضر. دلوقتي لا، دلوقتي الراوتر البورتين الاتنين بتوعه احمر، حتى الجهاز احمر، الاجهزه كلها احمر او البورتات كلها منوره لون احمر. الاختلاف بين الراوتر والسويتش ان الراوتر اذكى شويه، ان هو بيتعامل بالاي بي هات، يعني هو بيفهم اي بي. هو الراوتر ترتيبه في اللايرز او الاو اس اي موديل ان هو لاير 3. لاير 3 يعني بيفهم اي بي. وطبعا السويتش هو لاير 2. لاير 2 يعني بيفهم ماك ادرس. فما كناش المره اللي فاتت محتاجين ان احنا نعمل له اي كونفيجريشن او اي اعدادات، او حتى نقول له في اي بيهات عندك، لا هو اتعامل بالماك ادرس عادي. طيب الراوتر لاير 3، فاحنا محتاجين ان احنا نقول له ان الاي بي الفلاني تمام، او اي بي على البورت ده. يعني مثلا جيجا 0/0 نقول له انه في اي بي هنا، او في شبكة هنا متوصلة بيك، وفي شبكة تانية متوصلة بيك. يبقى لازم نعرفه ان في شبكتين مختلفين متوصلين بيه. ده هنعمله ازاي؟ هندخل على الراوتر، هندوس عليه كده تمام، وندوس على حاجة اسمها CLI، بيظهر لنا خانة الكونفيجريشن دي كلها. طيب في الحقيقة عملي ان انت المفروض لما تيجي تدخل على الراوتر يبقى عندك كذا طريقة، ولكن انت لو معاك راوتر فعلا قدامك وشغال، فانت ممكن توصله بحاجة اسمها الكونسول، كابل الكونسول تمام. ده كابل طرفه يو اس بي والطرف التاني ار جي، بتوصل الار جي بالراوتر، واليو اس بي معاك في البي سي اللي انت ايه شغال عليه. ده كده بالكونسول. يعني لو الراوتر بعيد عنك فانت بتستخدم حاجة اسمها تيلنت او اس اس اتش، يعني بتدخل عليه ريموتلي، يعني من بعيد من على بعد. فدلوقتي هنا احنا دخلنا على راوتر فيزيكال كأننا داخلين بكابل الكونسول. بيظهر عندنا اول حاجة خالص الانيشال كونفيجريشن دايلوج، ده اللي هو الراوتر بيقول لك انت عايز يعني ندخل معاك في حوار كده، يعني كخطوات، يعني انت فاهم كونفيجريشن ولا ندخل معاك في خطوات الكونفيجريشن؟ لا، هنقول له لا احنا فاهمين كونفيجريشن، هنكتب بس كلمة نو تمام كده وندوس انتر. كده دخلنا على الراوتر. طيب اول حاجة الخانة دي الراوتر او العلامة دي معناها ان احنا في اليوزر مود. المود ده يعني مفيهوش صلاحيات كتير تمام. ندخل بعد كده على مود تاني اسمه الانيبل. لو دخلنا مثلا على كلمة انيبل، كتبنا كلمة انيبل علشان ندخل على البريفليج مود. ده فيه صلاحيات اعلى شوية من اليوزر مود. طيب هنا في كونفيجريشن نقدر نعمل اي حاجة؟ لا ما نقدرش احنا، بس هنا في شوهات، شو يعني اظهر لي حاجة. يعني مثلا لو احنا قلنا مثلا شو رن مثلا، شو رن او شو رن الكونفيج، اللي هو وريني الاعدادات اللي موجودة دلوقتي على الراوتر. بيجيب لك كل الاعدادات الموجودة، يعني مثلا ايه الاوامر اللي موجودة ديفولت اوريدي، او يعني مثلا زي الهوست نيم هو اسم الراوتر مكتوب راوتر، ده اللي موجود هنا لو انت خدت بالك في راوتر اهو. وبعد كده في الاوامر بقى بعد كده الموجوده، او الحاجات اللي هي البديهيه، يعني الحاجات الموجوده ديفولت على الراوتر. الانترفيس ده موجود ومعمول له شت داون، مثلا الانترفيس جيجا 0/0 معمول له شت داون. فاعدادات كده موجوده ايه افتراضيه. طيب وكمان في هنا حاجه اسمها لاين كونسول 0، ده الكونسول او ده البورت بتاع الكونسول، يعني المفروض تدخل من عليه لو انت موجود الراوتر قدامك وانت معاك بي سي. البريفليج مود هو ده المود اللي بيبقى فيه شوهات، شو او مفيش صلاحيات، مفيش تغيير كونفيجريشن.
طيب علشان ادخل على المود اللي بيخليني اعمل configuration، هو لازم اكتب امر الconfigure terminal. طيب وعلشان برضو انت ممكن على الراوتر ممكن تكتب اول حروف من الكلمة وتدوس على كلمة تاب او على زرار تاب من الكيبورد، هيكمل لك الكلمة عادي. زي مثلا لو انا عملت exit هرجع ورا للبريفليج مود، تمام، اللي هو الهاشتاج، علامة الهاشتاج. لو كتبت config زي ما انا عملت كده config، كتبت conf بس وتاب، كمل لي عادي الكونفيجر. طيب terminal كمل لي عادي configure terminal. بعد كده وصل معايا ايه اللي هو العلامة دي config وهاشتاج، كده معناه اللي احنا في الكونفيجر او الكونفيجريشن مود اللي انا ممكن اغير فيه عادي. يعني مثلا ممكن اغير فيه ايه؟ ممكن اغير فيه الهوست نيم، كلمة هوست اكتب كده هوست نيم وادوس تاب هيكمل معايا. لو هكتب اي حاجة مثلا اكتب R1 وادوس انتر يغير لي الاسم بتاع الراوتر ل R1. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل بقى الايبات، يعني ندخل على الانترفيس كده ونقول له شبكة يمين وشبكة شمال وعنوانها كذا. نعمل ايه؟ تعال نشوف. تعال نبدأ بالشبكة دي. الشبكة دي البورت بتاعها جيجا 0/0. ادخل على البورت ازاي او الانترفيس ازاي؟ اكتب له كلمة انترفيس، انتر وادوس تاب انترفيس، واكتب جي مثلا اللي هو الجيجا، واكتب 0/0 وادوس انتر. دخلني كده على الانترفيس، لو لاحظت هتلاقي config if زي انترفيس يعني. واديله الاي بي، اديله اي بي الشبكة اللي البي سي ده موجود فيها. ازاي؟ بامر اي بي ادرس، اكتب اي بي ادرس كده اهو تاب وهيكمل لي معايا الامر عادي. اي بي ادرس، الاي بي بتاع الشبكة دي ايه؟ اللي على اللي في البي سي اللي على شمالي ده، هو ده اللي هو بي سي رقم 1 10.1.1. تعالى نكتب كده 10.1.1. طيب الاي بي ده هيكون ايه؟ مثلا اديله 1 مثلا، ممكن اخليه 10، ممكن مثلا اخليه 100، عادي زي ما انت عايز. بس اهم حاجة ما يكونش نفس الاي بي اللي هو لا 2 ولا 3. يعني مثلا انا مدي هنا 2، ما يكونش رقم 2 هو نفس الراوتر، يعني ما اقدرش اكتب 2 هنا، انما هيكون في اعتراض، ما ينفعش نفس الاي بي في شبكة واحدة. انما ممكن اكتب مثلا 100 واعمل مسافة واكتب السبنت اللي الجهاز ده فيها. السبنت اللي هو ايه اللي احنا معانا دلوقتي 255. هكتب كده 255 255 255 0 وادوس انتر. كده ادينا اي بي للشبكة دي، بس لسه احمر. اخليه اخضر ازاي او اخليه يشتغل ازاي؟ هو البورت بتاع الراوتر اوريدي مقفول، يعني بيجي كده ايه افتراضيا مقفول. لازم اقول له افتح البورت او افتح الانترفيس خليه يشتغل بامر اسمه نو شات داون. يعني لو انت لاحظت فوق في الشو ران احنا شفنا الانترفيس جيجا 0/0 ده مكتوب كلمة شات داون، هو مقفول. انا اعمل ايه علشان افتحه؟ اقول له نو شات داون، نو شات داون، انتر. جاب لي بقى رسالة ان الجيجا 0/0 تغير الى اب، بقى اب، الستيت بتاعه بقى اب، والبروتوكول اشتغل وكل حاجة تمام، حتى لونه اتغير بقى لون الاخضر. كده الشبكة اللي على الشمال دي بقت ايه؟ شغالة. لسه الشبكة التانية. طيب تعالى نعمل الشبكة رقم 2. نخرج من الانترفيس ده، نعمل اكزيت، ندخل على الانترفيس التاني، انترفيس جيجا 0/1 ونديله اي بي ادرس. الشبكة التانية 10.1.2. احنا غيرنا خلاص الشبكة بقت 10.1.2 ونخليها مثلا .50. ليه خليناها 2؟ لان هنا الشبكة لو انت لاحظت 10.1.2.3 اهو، دي الشبكة رقم 2 10.1.2.3. ده الجهاز. فاحنا هنخلي اي بي الراوتر 10.1.2 وبعد كده اغير انا باخر الرقم براحتي، اخليه مثلا 50.
وادوس السبنت 255.255.255.0 وادوس انتر. لسه احمر، لو خدت بالك لسه احمر. اقول نو شت داون، قلب اخضر وجاب لي رساله ان هو البروتوكول اب وكل حاجه تمام. طيب ادوس اكزit. كده الراوتر بقى عنده اتصال بالشبكتين، بس لسه في حاجه ناقصه بسيطه جدا جدا جدا. انا ما عملتش حاجه مهمه، ان انا رحت للجهازين وقلت لهم لو سمحت لو عايزين تطلعوا لشبكه تانية لو سمحت روحوا اسالوا الراوتر اللي هو الديفولت جيت واي. فركز معايا جدا في الخطوه دي عشان دي اهم خطوه. نرجع للاجهزه ونعدل فيها الديفولت جيت واي. يعني الجهاز التاني ده مثلا الشبكه بتاعته 10.1.2، فانا هكتب اي بي الراوتر يعني 10.1.2. الراوتر واخد اي بي كام؟ احنا ادينا للراوتر اي بي كام؟ 10.1.2.50. هكتب الرقم ده في الديفولت جيت واي هنا 10.1.2.50 ونروح نعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه ده في الجهاز التاني. الجهاز التاني الشبكة بتاعته كام؟ 10.1.1. اي بي الراوتر كام؟ تعال نشوف كده اي بي الراوتر كان كام. نطلع على الراوتر ونطلع فوق هتلاقي دوت 100 10.1.1.100. نروح نكتب 10.1.1.100. يعني لو ما لقيتش الشبكة موجودة عندك في نفس الشبكة، يعني ما لقيتش الاي بي موجود في نفس الشبكة، روح اسأل الراوتر ده اللي عنوانه ده، هو هيوديك للشبكة التانية. طيب احنا كده كتبنا الاي بي هنا واي بي هنا والشبكات وتمام وزي الفل. طيب ادي الجهازين موجود كل واحد في شبكة تانية وما كانش البنج بينجح قبل كده. تعال نشوف هنا البنج قبل كده كان ايه؟ request timed out لما انا عملت بنج على الرقم ده. طيب تعال نجرب نعمل بنج تاني ونشوف هل هيشتغل معانا ولا لا. بنج 10.1.2.3 مثلا، هو نفس الاي بي ولا لا؟ 10.1.2.3 اهو. ايه ده؟ في الاول جاب لي ريكوست وبعد كده جاب لي ريبلاي. طيب اجرب تاني كده بنج. ايه ده جاب لي 4 ريبلاي بعد كده. ايه اللي حصل في الاول؟ ليه عمل لي رساله ريكوست تايمد اوت؟ ليه رساله سلبيه في الاول بعد كده عمل ريبلاي؟ الجهاز الاول بيبعت رساله، هو ما لقاش الاول في الاول خالص ما لقاش الاي بي في نفس الشبكه، فقال يعمل ايه؟ ابعت للراوتر. فلما بعت للراوتر جاب له ريبلاي. تمام، هو ده الزمن اللي خده في الاول واداني رساله سلبيه، بالدليل ان احنا لما عملنا بينج تاني تمام ادالنا ريبلاي من اول مره. حتى لو عملنا كده دلوقتي اشتغل الريبلاي عادي ورد علينا الجهاز عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. طيب دلوقتي بص بقى، لو مسحت الديفولت جيت واي احنا عندنا ريبلاي وشغال وزي الفل. طيب لو جيت مسحت الديفولت جيت واي من الجهاز، يعني مسحت مثلا الاي بي ده الديفولت جيت واي ده هنا ده خلاص الجهاز التاني، ورحت عملت بنج تاني، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ اداني ريكوست رساله سلبيه، هل هيرد عليها بريبلاي؟ اداني ريكوست تاني، كده انه فشل يوصل للجهاز التاني. الديفولت جيت واي مهم جدا. كده انت فهمت يعني ايه راوتر، فهمت دور الديفولت جيت واي وازاي الاجهزه تقدر تتواصل ما بين الشبكات المختلفه. طيب في الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدا ندخل على حاجه اسمها ستاتيك راوتنج، ونفهم ازاي نربط اكتر من راوتر مع بعض. يعني ايه؟ يعني كذا راوتر موجودين ونربطهم ببعض. كده الحمد لله لاب 2 خلصناه. ولو الفيديو عجبك متنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب عشان تكمل معايا السلسله، وقول لي في الكومنتات البنج اشتغل عندك ولا لا.